مصر أعطتني شهرة ونقود أكثر، نعم أم لا؟ نعم. نعم. قديش صار لك بمصر؟ 7 سنين. 7 سنين. ولكن ما بدي الشهرة وما بدي النقود. شو بدك؟ بدي أكون مصري للمرة الثالثة. عم بتطالب عم طالب إني أكون مصري لأني بالفعل أحب هذا البلد من كل قلبي. يعني مصر بتجري بعروقي. حبيتها هي ما بعرف. يعني أنا إنسان عشت كثير بدول تاني. يعني أنا عشت بفرنسا، عشت يعني بفترة بدول خليجية، عشت يعني عشنا يعني رحنا وجينا كثير. ما انغرمت ببلد قد مصر مثل مصر، رغم اني اول ما جيت على هالبلد حوربت بشكل كبير لاني لبناني، لاني غريب. يعني اعتبروني انه غريب جاي ياخذ فلوسنا وجاي ياخذ واحد. بس في شغله بين هلالين بحب اقولها للي بيقولوا طوني جاي ياخذ فلوسنا. كل شخص بيقول هذا الكلام. نحن ضمن الاطار العائلي، يعني مش انا املك كتوني، ضمن الاطار العائلي عائلتي ببيروت كممتلكات يعني من جانبي ومن جانب اهل زوجتي. في شركات كثير كبيره الحمد لله. بحب اقول للكل عندي 400 موظف، مش عندي في هذه الشركات 400 موظف من الجنسيه المصريه. يعني اللي مفكرني جاي لهون لاخذ فلوس المصريين، اذا عم باخذهم من هون عم بدفعهم المصريين في بيروت. انا بمصر لاني احب مصر، اعشق هذا البلد، وما حدا بقى يزيد بهذا الموضوع. طيب توني عم تقول للمره الثالثه بطالب هالشيء، وين اول مره وين ثاني مره؟ ببرامج يعني ببرامج بمناسبات. بقول لهم حابب كون مصري يا اخي. انا مصري بالدم، اعطوني اياها على الورق. صار في اي اجراءات جديه؟ مقبولي انا كل ما بدي فوت بدي فيزا يعني. طيب صرنا اثنين، هلا انا عندي وقت لحتى طالب بالجنسيه. انت يعني انا بعد قدامي تقريبا 4 سنين او 4 سنين ببطل بدي فيزا. هلا العمر يعني بصير بالسن القانونيه اني فوت من دون تاشيره. بس برضه بدنا كمان الجنسيه. يعني صار في اي اذا بدك اجراءات رسميه لهذا الموضوع؟ لا لا لا, لا. بس منادات بالقلب. يعني تمني وبالقلب. لابد ما حدا يسمع. يا رب.